الوكيل بيقول لك في الاعلان بتاعه انها تقدر تمشي في الصحراء وتجري في المطره وتطلع صخره. فطبعا الناس قالت لك ايه يا عم ده، انتوا بتالفوا ولا ايه تطلع صخره وتطلع مش عارف ايه. لا، هو في الحقيقه هي بتعمل الكلام ده عادي يا اخي. والله العربيه دي يعني انا بقيت بخاف منها، بقيت احس كده وانا داخل اتكلم عنها ان انت لازم تاخد اذن، لازم تستأذن الاول، لازم تبقى عارف انت داخل على ايه. هو اي كلام وخلاص، خصوصا واخواتها واقفين ورايا كده، بحس ان انا تحت تهديد. هو شويه اشباح واقفين اهو. طبعا تصميم العربيه دي هجومي جدا. الوحش الكوري كي جي ام تورس. كي جي ام تورس بقالها دلوقتي سنه بالظبط في سوق السيارات، 365 يوم وقت ما انا بصور الفيديو ده. وهنا سؤال مهم، العربيه دي على قد ما هي باعت وانتشرت ونجحت، على قد ما في ناس كتير كان نفسها تشتريها بس قاعده مستنيه تشوف ايه الوضع مع العربيه دي. فتعالى النهارده انا جاي لك بعد مرور سنه اكلمك عن تورس، ايه اخبارها بعد ما عدى سنه كامله على العربيه دي في السوق. يلا بينا. تورس طبعا بتتقدم بمنظومه حركه اعتماديه من الدرجه الاولى، 1500 سي سي تربو، 165 هورس باور، متوصل بفتيس ايسن، 6 نقلات اوتوماتيك عادي جدا. والعربيه اللي معانا النهارده هي عربيه موديل 2025، يعني موديل السنه الجديده. فحصل تغييرات على فكره على العربيه دي غير الموديل بتاع 24. طيب قبل ما نقول التغييرات، العربيه دي بتنزل زي ما احنا عارفين وقلنا 100 مره، العربيه فيها اضاءه فل LED اماميه وخلفيه، وفيها فوانيس شبوره LED، فيها سنسورز قدام وورا. الشكل الهجومي العام كله اللي قدام ده من احلى الاشكال اللي ممكن تشتريها وتركبها في الفئه دي. ده غير ان هي فيها شويه اجزاء كده بتحسسك برضو، بتكمل معاك مفهوم الهجوميه. مرايات كمان مرايات كبيره لايقه جدا على حجم العربيه، كيلس انتري، الاضاءه الخلفيه من LED، وحجم الشنطه زي ما احنا عارفين الشنطه دي بتفتح وتقفل كهرباء، وحجمها 710 لتر، ودي اكبر شنطه في فئتها السعريه. 710 لتر تفتح وتقفل طبعا كهرباء. التورس بتتقدم في مصر باربع فئات، الاربع فئات كلهم دفع امامي ما عدا اخر فئه هي الدفع الرباعي. وفئه الدفع الرباعي دي فئه مطلوبه جدا، ناس كتير جدا حباها لان ادائها يعتبر كمان اشد شويه واحسن شويه من الدفع الامامي. احنا معانا النهارده الفئه الثالثه اللي هي اللي قبل الاخيره. الفئه الثالثه دي دفع امامي مش دفع رباعي. الفرق ما بين الفئه الثالثه والفئه الرابعه هو الدفع الرباعي بس، يعني كل الاوبشن اللي موجود وكل الكماليات وكل وسائل الامان اللي موجوده هنا هي اللي موجوده في الفئه الرابعه، والفرق الوحيد هو الدفع الرباعي فقط لا غير. التغيير الاول اللي حصل على العربيه هو مقاس الجنوط. العربيه دي بتيجي دلوقتي بجنوط بمقاس 20، شكل الجنوط بالكامل اتغير، الشكل ده بقى ممتاز جدا وبقى كده لايق على حجم العربيه. الجنط الاول كان اصغر شويه، كان 18. الحاجه الثانيه اللي اتغيرت برضو تخص العجل، ان العربيه اتضاف فيها التاير بريشر مونيتور، نظام مراقبه ضغط الاطارات. النظام ده مهم جدا وناس كتير كانت بتتساءل هو ازاي النظام ده مش موجود. يعني العربيه دي لما هنخش دلوقتي في يا باشا، يعني العربيه دي لما هنخش دلوقتي في وسائل الامان هتعرف ان العربيه فيها كل ما تحتاجه من وسائل امان. فازاي التاير بريشر مونيتور ما كانش موجود؟ الناس تساءلت والوكيل سمع وجاب لك التاير بريشر مونيتور. الحاجه الثالثه اللي اتضافت في العربيه هو ايرباج زياده. اصلا العربيه دي كانت بتيجي ب7 ايرباج، ضاف واحد بقوا 8 ايرباج. 8 ايرباج على عربيه اصلا 5 ركاب، فعدد الايرباجز اعلى بكتير جدا من الركاب اللي هنا. قالوا بقى ندخل جوه العربيه ونشوف يا ريس الدنيا فيها ايه. يلا بينا يا معلم. ده كده المنظر العام. الشاشه يا جماعه، الشاشه برضو حلوه، فيها ابل كار بلاي، اندرويد اوتو، كاميرا خلفيه. العربيه دي يعني كان نفسي تبقى الكاميرا 360 درجه بس ايه ما حصلش نصيب. هضطر اشيل اللزق ده عشان اوريكم. الشاشه اهي، الشاشه سودا عادي جدا. تاني ده شكل المفتاح، مفتاح برضو حلو تقليدي خالص، افتح اقفل، افتح الشنطه، شكرا. العربيه بتتقدم ب3 شاشات عدادات ديجيتال، بنشوف منها واضحه، بتشوف منها كل حاجه. التاتش سكرين العاديه، وهنا برضو تاتش سكرين خاصه بالتحكم في التكييف والتحكم في التبريد والتسخين. العربيه فيها درايف مود، تقدر تمشي. الوكيل بيقول لك في الاعلان بتاعه انها تقدر تمشي في الصحراء وتجري في المطره وتطلع صخره. فطبعا الناس قالت لك ده ايه يا عم ده، انتوا بتالفوا ولا ايه تطلع صخره وتطلع مش عارف ايه. لا، هو في الحقيقه هي بتعمل الكلام ده عادي. فطبعا في نسخه الدفع الرباعي الدرايف مود هنا ادي نورمال، ادي سبورت، وادي اللي بعديها النظام الخاص بالمطره والطرق اللي هي هيبقى فيها تلج او مطره، او يعني مش هتبقى العربيه فيها ثابته قوي، تقدر تستخدم الدرايف مود ده والعربيه تمشي فعلا في المطره عادي جدا. عندنا تبريد وتسخين للكراسي الاماميه، بندوس هنا لاقي
كرسيين اهو اتحركوا لك، وعندك هنا مكان توصل منه شحن، وعندك مكان توصل الابل كار بلاي، هو مش وايرلس. عندك هنا الهاند بريك، وعندك مثبت سرعه وتحكم في الطاره، وبدل شيفترز. امبيانت لايت بيتغير ل 36 لون، فتحه سقف. بص الانتيريور بشكل عام لذيذ قوي، وانا بحب اصلا اللون الجامد. اقفل بقى فنان. وعموما علشان تبقى عارف العربيه دي بتتقدم بثلاث الوان تقدر تختارهم للفرش الداخلي، لون اسود ولون جملي زي اللي احنا شفناه ولون اوف وايت او لون ابيض. تعال نشوف بقى المساحات الخلفيه، مش عارف احنا هنشوفها ازاي. يعني هو اللي بيتكلم في العربيه دي عن مساحات خلفيه بصراحه بيبقى يعني مش عارف. انا هفاجئك دلوقتي. تعال اتفضل. لا خش اتاخر شويه يا ريس، خدنا جنبك. اهلا. تعال بص يا ريس، بص يا باشا الجمال. بص هنا فين وقدام فين. ايه ده؟ تكييف خلفي موجود، مكان للشحن هنا موجود، اماكن تخزين تحت هنا موجوده. عندك ورا الكراسي اللي ورا تقدر في الشتاء تستخدم فيها اوبشن التسخين، تسخنها من الزرار ده اهو. عندك هنا ستاير مع الفاميه، اصلا الازاز اصلا فاميه زي ما قلنا، دي فيه ستاير، يعني انت قاعد ورا يا باشا محدش حاسس بحاجه. العربيه دي كان ينقصها على الشياكه والحلاوه دي ان الاضاءه دي تبقى LED، تمام؟ هي اضاءه هالوجين صفرا عاديه، ممكن انت تعدل الموضوع ده عادي. يعني انا كده تقريبا يعني فصصنا كل حاجه في العربيه. نخش بقى الاخبار بعد سنه. العربيه دي باعت ولا لا؟ باعت. يعني انت مش محتاج ان انا اقول لك ان هي مثلا ما باعتش ولا لا، انت بتشوفها في الشارع وماشيه عادي وبايعه وزي الفل. ايه اخبار الوكيل؟ ايه اخبار مراكز الصيانه؟ مراكز الصيانه متوفره يعتبر في جميع انحاء الجمهوريه ما عدا بعض المحافظات، والمحافظات اللي مش هتلاقي فيها مركز صيانه من الوكيل هتلاقي مركز صيانه معتمد من الوكيل. هتلاقي الوكيل مدي حد معتمد منه. انت فاهم حاجه ولا ايه؟ مش عارف اشرح لك، انت فاهم. المهم يا سيدي، بالنسبه لقطع الغيار موجوده جوه التوكيل وموجوده بره التوكيل. يعني انت لو مستغري، طبعا الوكيل بيبقى اضمن لان قطع غياره بتبقى اصليه، ولكن العربيه توفر لها قطع غيار بره التوكيل في مناطق بقى زي الحرفيين ودمشق والحاجات اللي انت عارفها دي كلها. بس يا سيدي، دي KGM تورس بعد سنه من الاستخدام. الاخبار جاوبنا في الفيديو، ودي العربيه بعد سنه. بنفكر نكمل في السلسله دي. قولوا لي عايزين تعرفوا ايه عن عربيات تاني نزلت جديده وقعدت 6 شهور سنه، ايه التقييم بعد سنه؟ قولوا لنا في الكومنتات. ويعني ما اتمنى ما اكونش يعني رجاله، يعني ربنا يخليكم وتعبناكم معانا. يلا شكرا. وكان معاكم محمد الباز. سلام.